تبدو في وضع أقوى من أي وقت مضى، فقد ساهمت التطورات الجيوسياسية شرقي أوروبا في هرولة قادة القارة العجوز نحو الجزائر، أملا في الحصول على الغاز الذي يعوضها عن نظيره الروسي، لتمتلئ خزائن البلد بالأموال التي تمكنه ليس فقط من تحسين مؤشرات التنمية المحلية، وإنما على صعيد القارة التي تنتسب إليها أيضا. البلد العربي الذي يمتلك احتياطات أجنبية تصل إلى 55 مليار دولار أخذ يلتفت جنوبا بعد أن طوى الملفات التي أشغلته طيلة الأشهر الماضية مع دول الشمال، حيث كانت الجزائر العاصمة قبلة لرؤساء الحكومة الأوروبية والذين تقاطروا إليها بحثا عن تأمين الغاز الذي اعتادوا على استقباله من أنابيب نورد ستريم، خشية توقف دوران صناعاتهم وللحيلولة دون تعميق معاناة مواطنيهم في شتاء القارة القارس. قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا يوم أمس اتخذتها الجزائر منبرا للتعبير عن دعمها لجهود تنمية القارة، فخصصت لهذا الغرض مليار دولار، وهو ما ربطه مراقبون بعصفورين يمكن للبلد العضو في منظمة أوبك ضربهما بحجر واحد، أولهما تعزيز الأمن الاجتماعي في أفريقيا بما يعود بالنفع عليها مستقبلا، أما ثانيهما فهو رغبتها في خوض غمار الاستثمار في القارة الغنية بالموارد الطبيعية، وهو القطاع الذي استأثر الفرنسيون به قبل وبعد استعمارهم للقارة السمراء.